الله الرحمن الرحيم. أنا عماد الدين بوطبة، أستاذ تربية بدنية. تفاجأت ياسر باللي صار اليوم. شفت في الانترنت القائمة الاسمية متاع نداء تونس هذه، ولا مش عارف حزب. أنا ما عندي حتى دخل فيه، ما عندي حتى انتماء سياسي من قبل الثورة ومن بعد الثورة، وما عندي حتى خلفيات سياسية ولا مشاكل، ولا ما عندي حتى شيء. لحظة عماد، تحلز في نفسك اللي انتم كنت من بين الاسماء في القائمة نتاع نداء تونس في تطوير، قلقك برشا واثر عليك اللي يبدو. اكيد قلقني للاخر. لاني سامحني، لو كنتم تكون الحيثيات نتاع بروزك في القائمة هذه، سمعت اللي ثم وقت عملية تحيل وعملية مخادعة كيفاش كانت العملية هذه؟ هي بدايتها كان جانا معناها شخص أيوة. معين، مش لازم تدخل الاسماء ما سالش. قال لنا فما جمعيه، أيوة. جمعيه زي الجمعيات الكل في البلاد اللي صاير. قال لنا اسمها جمعيه تنميه القدرات الذاتيه للشباب. والجمعيه هذه سمعت هي مدعومه من طرف الحزب هذا، شو اسمه، حزب نداء تونس. حزب نداء تونس. هاو قالوا عنده علاقه بامريكا ولا شنو؟ ومن امريكان. ايوه. الشيء هذا مش في بالناش بيه احنا اصلا. أيوة. احنا كرينا السيت في الانترنت. أيوة. نتاع الجمعيه. أيوة. ما فيه حتى علاقه بنداء تونس وبحتى حزب. فهمني؟ طلبوا منا بطاقه تعريف على اساس ان باش نخشوا في الجمعيه وباش ننشطوا، باش نعملوا ستاج صغير هنا في تطاوين، باش يجوا باش نخدموا فيه، باش نقعدوا فيه 3 ايام في اوتيل سانغو. قدمنا احنا بكل معناها راحه نفسانيه وتلقائيه. اصحابي بحذايا شكون معناها لا داعي ذكر الاسماء مسافه بقيد معايا. أيوة. قدمنا معناها نمرات تاع بطاقه تعريف، ومشينا رواحنا على اساس امور، على اساس انكم تكونوا مقومين في الجمعيه. لبريمير اكتوبر ان شاء الله باش تجي تعمل ستاج هنا، نعملوا الجمعيه هذه ستاج، باش يجي معها واحد امريكاني وواحد المسؤولين عليها، باش يعملوا لنا ستاج باش يورونا كيفاش ننموا القدرات الذاتيه هذه. مش عارف حتى شيء مفيد. هي اللي فهمناه ان جمعيه وهميه مش موجوده اصلا. وفجاه نلقى روحي اليوم يجي احد اعضاء نداء تونس في تطاوين. ما فهمت حتى شيء، قعدت معناها مستغرب لدرجه كبيره، ما فهمتش شنو هو هذه، لدرجه اني ما عاد فاهم اشنو نعمل. فهمني؟ وانت ماكش تابعهم؟ انا مانيش تابعهم اصلا، ما نعرفهمش حتى العرفان، ما عندي حتى علاقه بالسياسه. سمعت اللي عندي فكره تتبع العدلي باش نتبعوهم ان شاء الله عدليا، باش ندوروا بنقدموا بهم قضيه انا والاشخاص اللي حصلنا فيها هذه المشكله، وراهي فما امكانيه ممكن يحصلوا ناس اكثر منا. احنا مشينا بصفه عفويه وما خممناش، مشينا على اساس جمعيه ونشاط، وما ماش عارفين شنو مصيرنا، ماش عارفين شنو. نلقوا رواحنا في متاهه اخرى، ما ندروش شنو نعملوه، ما عرفناش كيفاش نتصرفوا، لدرجه ان ما عادش عارفين حتى حل الا الحل المباشر هذايا، اني نعمل هالميساج هذه باش تفهم الناس الكل ان رانا احنا ما عندناش ذنب خلاص في الشيء هذا. وهذا الشيء هذا معرض ليه اي انسان في اي لحظه. فهمني؟ احنا تقلقنا للاخر، وان شاء الله تفهم الناس كلها ان رانا ما عندنا حتى دخل في الشيء هذا، وبحول الله تاريخنا نظيف، وما عندنا حتى مشاكل، وما عندنا حتى انتماءات خايبه. بحول الله تسرح الامور الكل وما تصيرنا حتى مشكله، وان شاء الله بارك الله فيك عماد، وان شاء الله مثال وسط بحول الله. شكرا.